مساهمة مالية أولية تقدر ب1.5 مليار دولار. تنجح الجزائر بالظفر رسميا بتفويض للانضمام إلى بنك تنمية بريكس. تعلق المالية الجزائرية على القرار وتعتبره خطوة كبيرة في مسار الاندماج بالنظام المالي العالمي، باعتبار الجزائر الدولة التاسعة المنضمة إلى عضوية البنك. هذا يسمح للجزائر بفتح أفق كبير على مستوى الدولي وتوسيع الخيارات بالنسبة للاقتصاد الجزائري، خاصة أن بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس يركز على تنمية وتمويل المشاريع البنية التحتية، وبالتالي سهولة الوصول إلى مصدر تمويل مهم من طرف مجموعة البريكس، وهذا التمويل رخيص التكلفة ودون قيد وشرط، هذا كذلك مهم من الناحية الاقتصادية والسياسية. تقول وزارة المالية إن الانضمام يأتي نتيجة تقييم صارم مع قوة مؤشرات الاقتصاد الكلية، ما يعكس متانة اقتصاد البلاد، لا سيما مع تحقيقه أداء متميزا في السنوات الأخيرة عقب الإصلاحات بالعديد من القطاعات. حققنا اليوم مؤشرات إيجابية، مؤشرات اقتصادية إيجابية، قربنا في نسبة النمو 4.1%، نسبة إيجابية بعد ما كانت نسبة النمو سلبية قبل سنة 2020. اليوم هذا المسار الإصلاحي الذي جاء ليهيكل الاقتصاد الوطني، جاء لينعش وكذلك يبعد الجزائر من تبعية للبترول والغاز نحو تنويع مصادر الدخل وتقوية الجباية العادية، مكن الجزائر من الانضمام إلى مجموعة بريكس. تؤكد الجزائر أن الانضمام سيفتح آفاقا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل، في ظل تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا تجعل منها شريكا موثوقا وفعالا. تنضم الجزائر إلى بنك بريكس لتخطو خطوة مهمة في مسار تعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي، تراهن على المقومات والتنمية لمواصلة إصلاحاتها الاقتصادية وتقدمها مع الدول الفاعلة. ياسين لك على RT الجزائر.